الرجل جاري ناحية البوابة وقفلها وراه، وبص لجاكي شان من ورا القضبان الحديد وهو بيستفزه. لف بجسمه كده بمنظر استعراضي، وما كانش متوقع أبداً إن جاكي ينط فوق بوابة ارتفاعها 6 متر بكل السهولة دي. الراجل جاري بأقصى سرعته ناحية الشارع الرئيسي، ومع إن جاكي قرب منه هو فضل يراوغ بخفة حركة. عدوا على ميدان، والراجل استغل رجليه الطويلة ونط فوق صف عجل كأنهم حواجز. بعد كده لف ووقع العجل عشان يعطل جاكي، بس واضح إن ده ما أثرش خالص على جاكي شان وهو لسه شاب. الراجل لف وجرى ناحية آخر الميدان، واستخدم سلم عامل عشان ينزل للأرض بأمان. ومع ذلك جاكي كان وراه بأساليب عمر الراجل ما توقعها. دخل زقاق وحاول يقلد حركة جاكي اللي نط بيها فوق السور الشائك، بس جاكي بكل بساطة خد شطة جري، مسكه ورماه على الأرض. جاكي مسكه ورماه ضربة راجل دائرية شالته من على رجليه، وبعدها قذفه في صندوق زبالة، وبعدها شال صندوق تاني ورماه فوقيه عشان يشله خالص. أخيراً جاكي بدأ يحقق مع الراجل عن مكان الطفل العبقري. الراجل رفض يقول أي حاجة. جاكي لجأ لأنه يفضل يلطش على فخده بإيقاع مزعج. الراجل ما قدرش يتحمل الإيقاع الرخم، وفي الآخر اضطر يقول مكان الطفل العبقري. جاكي مشي ورا المعلومات اللي قالها الراجل لحد الميناء، وهناك قابل الاتنين اللي معاه. اتفرقوا عشان يدوروا على الطفل العبقري، لكن جاكي قابل المجموعة اللي بتطارده لوحده ومن غير سلاح. جاكي حاول يهرب بكل قوته لحد ما اتزنق جوه كونتينر شحن واللي اتقفل عليه من بره. اللي معاه جم وأنهوا على الناس اللي حوالين المكان لحد ما لقوا الكونتينر اللي جاكي محبوس جواه. بس قائد العصابة استخدم رافعة وبدأ يحرك كونتينر ناحية الكونتينر بتاع جاكي ببطء. في النهاية خبطه ووقع كونتينر جاكي من على السفينة في البحر. ولما الشرطة طلعت الكونتينر جاكي كان واقف نفسه عن التنفس. الاتنين اللي معاه اتصدموا واتحطموا، بس الطفل العبقري ظهر، وبعد ما الشرطة لقته استخدم قلادة عليها نقش التنين عشان يرجع جاكي للحياة. الراجل اللي ضحى بحياته عشانه، وحط نص القلادة في جيب جاكي. وقتها دق قلب جاكي تاني، وفي الآخر اتلم مع الطفل العبقري في المستشفى